عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقه الفراخ المشويه. طريقه سهله جدا وبسيطه، انا بس بقطعها بطريقه كده معينه. عايزه برضو اوريكم ازاي التقطيع ده. اهو ده سليم، بمسك الناحيه دي كده واهو بروح كسره الفتره اللي هنا دي، وامسك هنا برضو واقطع دي واكسر دي كده. ليه يا جماعه انا بعمل كده؟ عشان انا هشويه سليم، هشويه سليم وهيطلع ان شاء الله كله مستوي وهوريكم طبعا. امسك دي كده واقطعها هنا كده، افتح كده فتحات. لازم الفتحات دي مهمه جدا يا جماعه، عشان حتى التتبيله بغض النظر عن السوا التتبيله توصل لكل حته. انا سايبه لكم واحد تاني اهو، طبعا انا غسلاه ومنضفاه كويس جدا وبليمون وملح وخل وكلنا شطار. اهو هكسر دي تاني كده، وهكسر دي كمان كده. طبعا شايله منه كل الجلد والدهون اللي ملهاش اي لازمه خالص. اهم حاجه وعصر عليه ليمون وخل وملح الكلام ده كله عشان الزفاره. اهم حاجه يا جماعه في الفراخ انها تتصفى، اهم حاجه تتصفى كويس جدا. هاجي هنا بقى